الناس اللي تحب الوصفات السهله والبسيطه واللي توجد بالخف، اهم شيء نقول لكم هذه الوصفه راهي ليكم. تحليتنا لنهار اليوم بزاف سهله وبنينه، توجد في وقت قياسي. ما عليكم غير ديروا حفظ لا فيديو ونروحوا نديروها مع بعض. هنا في البول تاع الفيترا حطيت كاس كريمه شونتيي، ضفت عليها كاس كريمه سائله 20% ماده دسمه، وضفت عليهم 2 علب فروماج ريجيم، خلطتهم كامل بالباتور حتى تحصلنا على كريمه تكون خفيفه بهذا القوام. واذا جاتكم الكريمه تاعكم ثقيله تقدروا تخفوها بحوالي ربع كاس تاع حليب. بعدها جبت هذا المول اللي يتباع فيه المادلان، وتقدروا ديروه حتى في المول الاسطوري ولا في ديفيغين انديفيديال. وجبت البسكوي تاعي اللي كنت شمخته في الحليب، وكنت ضفت عليه قليل من السيرو تاع الفراز. درت طبقتين كما راكم تشوفوا. بعدها جبت الفراز اللي كنت قطعتها الى دوائر بهذا الشكل، يعني حاولوا ديرهم كامل كيف كيف، نديروهم هكذا في الاطراف. بعدها نجيبوا هذيك لاكريم اللي كنا درناها من قبل ونجو نبوشيوها على كامل هذوك الفراغات اللي في الاطراف. بعدها نعمروا الوسط كما راكم تشوفوا، نساووا لها السطح. بعدها نجيبوا كميه الفراز اللي كانت بقات لنا نديروها هكذا من الفوق بشكل عشوائي، يعني راح يجي الشكل نتاعهم بزاف شباب، وندخلها للثلاجه على الاقل ربع ساعه. بعدها نجو نخدموا الطبقه الاخيره واللي فيها كاس ماء مع علبه فلون دبق الفراز، نديهم فوق النار حتى يغلي لنا الخليط. بعدها نخلوه حتى يدفى ونضيفوه على التحليه تاعنا، وما نضيفوش هو سخون باش ما يذوب لكمش لاكريم. بعدها نخلوه حتى يشد روحه وندخلوه للثلاجه على الاقل ساعتين. والوصفه تاعنا راهي واجده. انا زينته من الفوق بورقه تاع النعناع. ما بقى لي غير نقول لكم استمتعوا باحلى وصفه سهله بزاف بنينه وتوجد في دقائق. ان شاء الله وصفتنا نهار اليوم تكون نالت اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، صحه فطوركم، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.